هذا هو وقت طاغت وسيترون، واليوم جبت لكم شحال من وصفه في فيديو واحد باش هكذا كامل تطيبوا اروع طاغت بالليمون تقدروا تذوقوها. وبكريمه ليمون حكمه روحها مورينغ طريقتها اسهل ما يكون. هيا نبداو. عجينه لي طاغت اللي مستحيل ما تنجح لكمش فيها 300 غرام فرينه، لافاني، قرصه الملح، 2 ملاعق كبار سكر ناعم، نخلطو، نضيفو 125 غرام زبده بحراره الغرفه و2 ملاعق كبار زيت. غير باطراف الاصابع ندمجوا المكونات حتى تولي كيما الرمل، وبالعجين نلموها فقط بحبه البيض. اذا ما تلمتش تقدروا تضيفوا شويه ماء وحطوها تبرد في الثلاجه حوالي ربع الى نص ساعه، ونطيبوها بعد ما نكونوا ثقبناها بالفرشيطه. كريمه الليمون سهله، فيها كاس الا ربع عصير ليمون يكون مصفى، ونكملوا الباقي بالماء. كاس الا ربع سكر عادي، حبه البيض، 3 ملاعق كبار نشا، نخلط بارد في بارد ونحطها فوق النار حتى تعقد، ونضيف لها مع الاخر ملعقه زبده وعطر الليمون. نزينوها بلا مورينغ. بصح كيفاش ديروها؟ نبداو نحضروا الشربات. عندي 50 غرام ماء، قيس 4 كاسات 220 ملي، كاس سكر عادي يعني 200 غرام. نخلطهم وما تخلوش السكر في الاطراف ونحطهم فوق النار. في نفس الوقت نطلع 100 غرام بياض بيض، كنت استعملت هنا 3 حبات بيض طاحت لي 100 غرام، مع 10 غرام سكر حوالي ملعقه كبيره، قرصه الملح، ونطلعهم بالخلاط الكهربائي حتى يضاعف الحجم. وهنا شوفوا كيفاش تولي الشربات. تلاحظوها بدات تغلي، يذوب السكر ودير فقاعات. احسبوا حوالي 5 دقائق هكذاك، تثقل شويه برك، ونروحوا مباشره نرميوها على شكل خيط رقيق بالتدريج، ونخفق حتى يولي عندنا خليط يبرق ويبدا يثقل مع الخلط المستمر. وفي الاخر كي يتشكل معكم منقار كيما هذا معناتها راكم نجحتوا فيها. نزينوا لا طاغت ونحطوها تبرد، وهكذا نكونوا كملنا الوصفه. ما تنساوش تسجلوها وتجربوها.